السلام عليكم. إن شاء الله هنبدأ بشرح جديد من شابتر 3. وشابتر 3 هنا بيكلمني على جزئيتين. أول جزئية المهمة جدا وهي السكيورتي، وتاني جزئية عندي الديبلويمنت. فإن شاء الله هنبدأ بالسكيورتي. وطبعا بما إن مفهوم السكيورتي أو السكيورتي عامة في الكلاود مهم جدا، جدا جدا طبعا. وطبعا مزود الخدمة أو البروفايدر بيوصلني يديني خدمة معينة أو بيديني الانفراستراكشر للسيرفرات بتاعتي وللانفرا بتاعتي. فانا محتاج اعرف الدور اللي عليه في السكيورتي والدور اللي عليا، علشان طبعا وقت ما يحصل مشكله او حاجه يبقى نعرف ان المشكله ديت تبعي او تبع البروفايدر او الكلاود بروفايدر. فدي اول نقطه عندي، وهي الشيرد ريسبونسابيلتي موديل. وده اللي بيعرفني مسؤولياتي وبيعرف مسؤوليات الكلاود او الكلاود بروفايدر اللي بيوصل الخدمه دي. واحنا بنتكلم هنا عن هواوي كلاود. في الصوره عندي هنا مقسم لي لونين، لون ازرق ولون اخضر. بقول لك اللون الازرق ده مسؤولياتك وانت المسؤول عن السكيورتي بتاعتها. يعني حاجه زي الايام انت اللي بتكريت اليوزرز وانت اللي بتدي له بيرميشن، فدي مسؤوليتك. فطبعا بتدي كل يوزر او كل حاجه في الايام اقل حاجه في البريفليج او البرميشن. والاخضر هنا ده اللي هو كلاود مسؤول عليه ومسؤول عن السكيورتي بتاعته. يعني حاجه زي الانفراستراكشر بتاعتك اللي هو الريجن والابليفيتي زون والايدج والكمبيوتنج والستورج والداتابيز والنتورك كانفراستراكشر. طبعا هو مسؤول عن الانفراستراكشر بتاعتها. وليكن حاجات زي تبع السكيورتي جروب او ال NCL اللي هو النتورك اكسس كنترول ليست. حاجات زي كده انت فتحت الدنيا شويه وما ظبطتش السكيورتي بتاعك على الابلكيشن بتاعك. مثلا طبقت حطيت ابلكيشن بتاعك والابلكيشن بتاعك فيه ثغرات، فده اكيد مش مشكله الكلاود بروفايدر. تمام. فهنا مقسم لك لونين. اللون الاخضر ده بيقول لك ان ده المسؤول عنه هواوي، واللون الازرق دوت اللي مسؤول عليه انت. بعد كده بيقول لك الشهادات اللي هواوي كلاود حاصل عليها في السكيورتي، حاجه زي الايزو وحاجه زي السي اس اي والتراستد كلاود سيرفيس. فده يعني بيقول لك ان هو كلاود حاصل اكتر على اكتر من شهاده في السكيورتي والانفراستراكشر سكيورتي وكل جزئيه في السكيورتي، فالموضوع امن معاها. بعد كده بيقول لك التصميم الامن في الهواوي كلاود من حيث امان الشبكات او امان الداتا بتاعتك او امان الانفراستراكشر طبعا، والامتثال لمعايير مثلا معينه والاكسس كنترول. هندخل بعد كده في المهم وهنلاقي عندنا الايام فيتشرز. ايه هي الايام؟ الايام هي الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت. قال لك بالعربي كده ده نظام بتتحكم من خلاله مين يقدر يدخل على ايه او يعمل ايه. وقال لك المهام الرئيسيه ليه او البيزك فانكشناليتي ليه هو الايدنتيتي اوثنتيكيشن والاكسس مانجمنت زي ما قلنا. طبعا وبما اننا قلنا اللي هو نظام بنعرف من خلاله مين يقدر يدخل على ايه ويعمل ايه. بما انها كده يبقى بنتكلم في حته الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن. تمام. هنا بقول لك هو كلاود سيرفيس اوثرايزيشن. بعد كده بدأ يقول لك عن الطرق اللي ممكن اعمل بيها اوثنتيكيشن عندي. قال لك ممكن اعمل بالايام يوزر. بس تعالوا برضو الاول نوضح ايه الايام اصلا وايه الايام يوزر وليه بستخدم الايام والايام يوزر. تخيل معايا مثلا انك صاحب شركه وعندك ابلكيشن، رحت عملت اكونت على هوا كلاود وحطيت الابلكيشن بتاعك على هوا كلاود طبعا، وشغلت معاك سيستم ادمنستريشن وشغلت معاك ديفلوبر طبعا، ومحتاجين الاتنين يكون لهم اكسس على السيرفرات بتاعتك او على الانفراستراكشر لاغراض معينه، وليكن السيستم ادمن كابديت وكمونترنج مثلا، الديفلوبر طبعا ككودنج. فطبعا الاتنين مهامهم مختلفه جدا او لحد ما مختلفه. فالاتنين محتاجين يعملوا اكشن على الاكونت بتاعك بطرق مختلفه. ان كان ده هيستخدم سيرفيس مختلفه عن ده اكيد طبعا. طبعا انت صاحب الشركه. تمام. فانت مكريت روت يوزر عادي تمام بتستخدمه. فهل انت هتديهم الروت يوزر بتاعك يستخدموه هما الاثنين مثلا؟ يعني هما يقول لك يا باشمهندس انا عايزين ندخل على الاكونت بتاعنا علشان نتابع الانفراستراكشر وعشان اكتب الكود واظبط الابلكيشن بتاعي ده الديفلوبر. والسيستم ادمنستريشن قال لك يا باشمهندس انا محتاج الروت يوزر والباسورد علشان ادخل على الاكونت اشوف المونترنج. تمام. واشوف الابديت لو اعمل ابديت. طبعا لو اخدوا الروت يوزر هيبقى ليهم كل الاكسس او كل البرميشن او كل البريفليج على الاكونت بتاعك، لان طبعا الروت اكونت. فانت متخيل ممكن يعملوا ايه بالاكونت دوت بغلطه بسيطه ممكن يضيعوا الدنيا كلها. وطبعا لو حد عمل مشكله او حاجه انت مش هتعرف تحاسبه لانك في اللوجز هيكون قاري ان الروت اكونت هو اللي عامل الحته دي او الجزئيه دي او هو اللي عامل الاكشن ده. طيب احنا محتاجين حاجه تدينا الجزئيه دي
اقدر من خلالها اعمل لهم اكسس مانجمنت للاكونت بتاعي، وبرضه اكون عارف هم اللي عملوا ايه او مين اللي دخل في الوقت المعين وعملوا ايه. فقال لك هو هنا قالت لك اعمل لهم حاجه اسمها اي ام يوزر، وحدد لهم البرميشن. طبعا البرميشن اللي هياخدوها على قد استخدامهم، وده ريكومندد في اي حاجه في السكيورتي. فانت طبعا كريت اكونت اي ام يوزر للسيستم ادمنستريتور، يدخل بيه طبعا ويشوف اللي هو محتاجه في ايه بالظبط، وانت مديله البرميشن على حاجات معينه. واديت نفس النظام برضو للديفلوبر اكونت بتاعه الاي ام يوزر. فانت كده عرفت مثلا لما يجي يسجله، عرفت مين الاي ام يوزر اللي سجل، وعرفت مثلا لو في اكشن حصل في الاكونت بتاعك عرفت مين الاي ام يوزر اللي عمل الاكشن ده. طيب هل في طريقه ان ممكن اكسس الاكونت او هو كلاود للاي ام يوزر غير الكونسول؟ لوجن بالاسم الاكونت بتاعي، ولوجن بالاي ام يوزر، ولوجن بالسورد. قال لك في طريقه تانية اسمها الاكسس كي، وطبعا دي اللي قدامي هنا. تعالى اقول لك مثال اوضح للحته دي او استخدام الاكسس كي مانجمنت ده. انت ممكن طبعا تعمل كرييت للريسورس بتاعتك من خلال السي ال اي، صح؟ تعالى اقول لك مثال بسيط. طبعا احنا عارفين ان احنا قلنا ان الكلاود اصلا عامه هو واجهه برمجيه ممكن اكسسها من خلال الانترنت وكريت الريسورس وكده. طبعا هي في الاول وفي الاخر اي بي اي لكل سيرفيس. هو انا ممكن اكسس الاي بي اي دوت من خلال الكونسول يعني، او من خلال مثلا بالسي ال اي عندي. فانا لو عايز اكريت ريسورس باستخدام السي ال اي، انا بكريت ريسورس عادي بالسي ال اي. طيب انا لو محتاج اعمل اوثنتيكيشن بالسي ال اي هعمل ازاي بالاوثنتيكيشن؟ انا في الكونسول كنت طبعا بدخل اليوزر وبدخل الباسورد عادي. طب في السي ال اي عندي او في الكوماند لاين عندي هستخدم ايه في الاوثنتيكيشن؟ وفي مفهوم طبعا الانفراستراكشر از كود. لو هتستخدم مثلا حاجه زي تيرافورم عشان تكريت الريسورس بتاعتك، طب انت محتاج تعمل اوثنتيكيشن. فهل هتعمل اوثنتيكيشن ازاي؟ قال لك هتستخدم الاكسس كي والسيكريت كي. كده ممكن اعمل اوثنتيكيشن للاي ام يوزر بطريقتين. اول طريقه عندي وهي الكونسول. طيب انا لو عاوز اكسس بالسي ال اي، قال لك هتاكسس بالاكسس كي. وطبعا كل كلاود بروفايدر ليه سي ال اي او ليه تولز في السي ال اي تستخدمها. عندنا هو كلاود هنا فيها كو سي ال اي زي المثال اللي قدامنا كده. عايز اكونفيجر او احط الاوثنتيكيشن بتاعتي، بكونفيجر الاوثنتيكيشن بتاعتي ازاي؟ قال لك بالكوماند اللي هو اتش سي كلاود كونفيجر انت. فبيطلب منك الاكسس كي، بتديله الاكسس كي، وبيطلب منك السيكريت اكسس كي، وبتديله السيكريت اكسس كي. وبعد كده بيطلب منك بقى الريجون بتاعتك هتشتغل في انهي ريجون بالظبط. وبعد كده بيقول لك الاثنتيكيشن تمام، فتقدر بقى تكريت ريسورس على حسب البرميشن اللي واخدها الاي ام يوزر اللي عمل اكسس او عمل اوثنتيكيشن على السي ال اي دي. تمام. بعد كده كلمني على الاي ام يوزر جروبس. قبل ما نتكلم على الاي ام يوزر جروبس هنرجع للمثال بتاعنا بتاعت الشركه اللي انا عملت فيها الابلكيشن على هوا كلاود، وشغلت معايا واحد ديفلوبر وواحد سيستم ادمنستريشن. وربنا كرم، وبدل ما اشغل كان معايا واحد بس سيستم ادمن، جبت كمان 4 سيستم ادمن، والديفلوبر بتوعي بقوا 5. طب انا محتاج اكريت اي ام يوزر لكل ديفلوبر، محتاج اكريت اي ام يوزر لكل سيستم ادمن. طب قال لك طب ما تستخدم خلي مثلا الديفلوبر كلهم يستخدموا نفس الاكونت بتاع الديفلوبر. اول اكونت انت كريت اي ام يوزر للديفلوبر، وخلي اللي هو الجروب بتاع سيستم ادمن يستخدموا نفس الاكونت. قال لك طيب لو حصل مشكله مثلا واحد من السيستم ادمن عمل مشكله او عمل حاجه على الاكونت، فانت محتاج تعرف مين اللي عمل الحتة دي أو الجزئية دي، أو حصلت مشكلة فمحتاج مين اللي عمل المشكلة دي. فتلاقي مثلا أكونت الأيام يوزر بتاع الديفلوبر. طب أنا عندي كذا ديفلوبر، تمام. ونفس المثال برضو على السيستم أدمن. حصلت مشكلة بخصوص سيستم أدمن، فأنت محتاج تعرف مين في سيستم أدمن اللي عمل المشكلة دي. فهل هتخش على أكونت هتلاقي هو بس أكونت واحد. فأنت دلوقتي بقيت محتاج تعمل كرييت لكل واحد سيستم أدمن أيام يوزر. فهنعمل له لكل واحد عندي في سيستم ادمن ايام يوزر، وهنعمل لكل واحد عندي في الديفلوبر ايام يوزر برضو. كده جميل وكويس. طيب ما هم كده كده برضو في الاول وفي الاخر ان كل الديفلوبر هو الدور بتاعهم عندي في الشركه واحد، والريسورس اللي هيستخدموها واحده، والاكسس اللي هياخدوها والبرميشن اللي هياخدوها على الاكونت هي كده كده واحده. ونفس النظام برضو عندي في السيستم ادمنستريتور اللي عندي. كل الرول بتاعتهم او كل الدور بتاعهم واحد. تمام. وكل الاكسس اللي هم هيحتاجوه على الاكونت بتاعي لكل الخمسه سيستم ادمن اللي عندي كلهم واحد. فهل طبيعي اروح لكل واحد واحد واكريت له البرميشن بتاعته، واشوف البرميشن دي واحطها للتاني، واتخيل مثلا عندي 20 واحد سيستم ادمن، هل افضل اكتب البرميشن او اسلكت البرميشن ديت لكل واحد فيهم؟ مش طبيعي طبعا.
حتى طيب لو حتى كريتهم وعملت لهم البرميشن مثلا، قلنا وليكن دول 5 سيستم ادمن عادي، هحدد البرميشن لكل واحد. قال لك طيب لو مثلا بعد ما كريت البتاع وطلع عينيا مثلا في البرميشن وحطيت البرميشن للسيستم ادمن زي بعضه بنفس الطريقه بتاعتي، بخش على اليوزر واعمل له البرميشن لكل واحد، فكويس وتمام. قال لك مثلا محتاج تاد برميشن، طبيعي برضه هترجع بقى تحط لكل يوزر او كل ايام يوزر تحط له البرميشن دوت، وتروح للتاني تحط له البرميشن دوت، وتروح للتالت تحط له البرميشن دوت، وتروح للرابع تحط له البرميشن ده. فقال لك طب ليه ده كله؟ عندنا فهو حاجه اسمها اي ام يوزر جروبس. قال لك وتتعب نفسك ليه؟ حط اليوزر او حط الاي ام يوزرز اللي لهم نفس البرميشن، حطهم في حاجه اسمها جروب، يبقى دول جروب واحد مثلا جروب الديفلوبر، وحط مثلا بتوع سيستم ادمن كلهم في جروب، وسميه الجروب مثلا سيستم ادمن جروب، وحط البرميشن بتاعتك على الجروب دي، واي حد ضيف له الجروب دوت هياخد البرميشن بتاعته الجروب. تمام، يبقى انت كده لميت كل اليوزرز بتوع سيستم ادمن في جروب في جروب مثلا سيستم ادمن جروب، ولميت اليوزرز الاي ام يوزرز بتاع الديفلوبر في ديفلوبرز جروب. عايز تحط البرميشن بتحطها على مستوى الجروب، وهم بياخدوا او يبرسوا يعني بالمفهوم العربي كده البرميشن بتاعهم من الجروب بتاعهم. فده يسهل عليك طبعا حته المانجمنت، طبعا يعني. طبعا وبقول لك انك ممكن تحط اي ام يوزر في اكتر من جروب. مثلا الشركه اللي عندي دي اللي هي فيها الديفلوبر وفيها سيستم ادمن، عينوا حد جديد ديف اوبس، وليكن ديف اوبس مثلا، فهو محتاج البرميشن، او انا هديله البرميشن بتاعت الديفلوبر وهديله البرميشن بتاعت السيستم ادمن على الاكونت عندي. فقال لك بسيطه، هتحطه في تيم السيستم ادمن في جروب السيستم ادمن، وهتحطه في جروب الديفلوبر، هاخد البرميشن من السيستم ادمن وهاخد البرميشن من الديفلوبر، يبقى كده اخد الاثنين برميشن. كده طبعا احنا عمال نقول ايام بيرميشن وايام بيرميشن وايام بيرميشن و... واليوزر هياخد بيرميشن والجروب هنحط له بيرميشن. ايه هو اصلا ايام بيرميشن دي اصلا في الاساس؟ راح قال لك يا عم ولا تزعل، في السلايد اللي بعد كده اتكلمنا على الايام بيرميشن. قال لك ان البيرميشن دوت هو جيسون دوكيمنت. تمام، بيقول لك مين الايام يوزر او مين الايدنتيتي اللي يقدر يعمل ايه وعلى الريسورس ايه، والليفل بتاعته على الريسورس دي ايه. يعني الصورة اللي قدامنا هنا بيديني مثال على على برميشن معين. البرميشن ده بيقول لك اللي هو الافكت بتاعه allow، اللي هو بيسمح لك. طيب بيسمح لك على ايه؟ طبعا هو بيسمح لمين وعلى ايه. تمام، فهو بيسمح لمين دي في الكونديشن مثلا ظاهر لي عندي في الشرط او في الشروط اللي عندي. طيب بيسمح لي على ايه؟ قال لك في الريسورس بيسمح لك على الاو بي اس ليفل الباكت. تمام، الاكشن بتاعك انك تعمل ليست باكت والجيت للباكت، تعمل ريد او تعمل ليست للباكت بتاعتك. تمام، الافكت allow يعني مسموح لك. طب مسموح لمين؟ قال لك مسموح هنا في الشرط او في الكونديشن، بقول لك لو اليوزر نيم بتاعك مثلا بينتهي بسبيشال كاركتر، يعني مثلا ممكن نحط هنا مكان السبيشال كاركتر ده حروف معينه او اي كلمه مثلا. قال لك لو بينتهي بالكلمه دي يبقى انت مسموح لك كذا. طيب وايه تاني؟ قال لك لو انت مفعل الام اف اي اللي هو مالتي فاكتور اوثنتيكيشن، فهو في الاول في الاخر بيحدد لك الريسورس، يعني بيحدد لك الريسورس بتاعتك، وبحدد لك الاكشن بتاعك، وبحدد لك الشرط مين هيعمل ايه وعلى ليفل ايه. فده البرميشن بتاعي عامة يعني. فهو في الاول في الاخر جيسون دوكيمنت. طيب مثلا لو وليكن لو في عندي يوزر، واليوزر دوت عايز اديله ليفل، او هديله مثلا حاجة زي ادمنستريتور. تمام، هل بقى اروح لكل برميشن لكل سورس عندي او كل ريسورس عندي واكريت له بقى الرول مثلا على الاوبجكت ياخد فول اكسس على الاوبجكت، او على الاو بي اس، واروح على السيرفيس اللي بعدها اكريت له فول اكسس مثلا على السيرفيس دي، وعلى اللي بعدها. طبعا هو ادمنستريتور فليه كتير، فسهلنا عليك الموضوع وعملنا اي ام بوليسي. تمام، تستخدمها جاهزه، هي فيها شويه برميشن على حسب انت محتاج ايه، وممكن تعمل لك كاستم اي ام بوليسي ليك على حسب طبعا احتياجك ليك. فهو بيتقدم لك اي ام بوليسي كتيره طبعا لكل حاجه، فانت ممكن تستخدمها جاهزه. وطبعا هو بيتقدم لك واجهة محترمة تقدر تستخدمها تكريت من خلالها الايام بوليسي او البرميشن بتاعتك بكل سهولة طبعا. بتسلكتنج يعني الحاجات اللي انت محتاجها، وهي بتكريت لك الجيسون بتاعك. يبقى احنا كده عرفنا البرميشن، وعرفنا ان البرميشن ممكن تكون جوه الايام بوليسي. في الصورة اللي قدامي بيتكلم في نفس المثال اللي انا قلته بتاع التيم الديفلوبر وتيم سيستم ادمن. هو قال لك هنا عمل الايام بوليسي،
وعمل لها اتاتش للجروب بتاع الديفلوبمنت، تمام، وده سام من ضمن الجروب. فهو اخد البوليسي اللي هو الايام بوليسي اللي انا عملتها اتاتش للجروب دي، نفس فكره المثال اللي انا قلته بالظبط، وقال لك ممكن تعمل ايام بوليسي، وبدل ما يعمل لها اتاتش للجروب او يوزر او ايا كان، ممكن تعمل لها اتاتش لل ايام ايجنتس. ايه هي ايام ايجنتس دي؟ تعال نشوفها مع بعض. احنا دلوقتي قلنا الايام يوزر ده شخص ليه اكونت، ليه ايام اكونت، ممكن يعمل من خلاله او يستخدمه يعمل بلوجن طبعا، ويستخدمه على حسب الايام بوليسي اللي هو انا حاططها له، او هو واخد برميشن قد ايه، فهو بيتحرك من خلالها في الاكونت بتاعي ويعمل المسموح له. طيب تخيل بقى مكان الايام يوزر بتاعي، او مثلا مكان الادمنستريتور بتاعه، او مكان الديفلوبر اللي انا بديله الاكونت دوت سيرفيس عايز استخدم حاجه في الاكونت بتاعتي، وليكن مثلا عندي اي سي اس، وعايز الاي سي اس ديت تاخد برميشن على الاو بي اس بتاعي، او السيرفيس بتاعت الاو بي اس على الباكت بتاعتي مثلا. فقال لك هل هروح بقى كاريت ايام يوزر للاي سي اس بتاعتي ديت، ولا خد يا سيرفر بتاعي خد الايام يوزر ده استخدمه؟ طبعا لا. فقال لك في حاجه اسمها ايام ايجنتس، دي حاجه كده تخيلها مثلا زي قبعه او زي كارت مثلا، بيكون فيها البوليسي او فيها البرميشن، وبتحطها على الاي سي اس بتاعتك او على السيرفر بتاعك او ايا كان، او السيرفيس اللي تستخدم البرميشن دي يعني. فانت مثلا محتاج الاي سي اس بتاعتك يكون لها برميشن على سيرفيس معينه في الاكونت او لكذا سيرفيس، فانت بتحط البوليسي بتاعتك على الايجنسي ده، وتحط الايجنسي ديت تعمل له اتاتش للاي سي اس بتاعتك. طيب الاي سي اس دي خلصت المهمه بتاعتها او ما عادش محتاجه الايجنتس دي او بالبرميشن دوت، هتعمل ايه؟ قال لك هتشيل الايجنتس بس من الاي سي اس، يعني هتشيل الايجنتس ده من على الاي سي اس اكنه كارت عليه برميشن او عليه البوليسي اللي مسموح بحاجه معينه، بتحطها على الاي سي اس، وبعد ما تخلص بتشيله. قال لك مش لازم يكون هو كلاود سيرفيس بس، لا ممكن يكون هو كلاود اكونت تاني، وممكن يكون ثيرد بارتي ايدنتيتي بروفايدرز مثلا تاني. بس كده يبقى احنا كده خلصنا الاي ام ايجنتس. بعد كده بدأ يوريني ازاي اكريت الايجنتس الاي ام ايجنتس دوت، وازاي اعمله للاي سي اس. محتاج تبص عليه. وان شاء الله برضو في العملي في اللاب نفسه هيكون في جزئية عن الايجنتس اي ام ايجنتس، ونستخدمها ازاي مع الاي سي اس، فبرضه هنعملها ان شاء الله في اللاب. وبكده نقدر نقول ان احنا خلصنا الايام على مستوى الليفل بتاع الكورس بتاعنا. تمام. بدأ يكلمني في سيرفيس مهمة جدا جدا جدا، وهي داتا انكريبشن ورك شوب، ودي سيكريت مانجمنت. دي سيرفيس يعني بتساعدك انك تحافظ عن الانكريبشن سيكريتس اللي عندك، او عن السيكريتس اللي عندك، تمام، وتحميها. طيب ايه اصلا انكريبتد سيكريتس ديت، وليه اصلا اعمل انكريبتد لحاجه اصلا؟ قال لك هقول لك مثال مثلا بسيط جدا. هنرجع تاني اللي هو المثال بتاع الفرونت اند والباك اند والداتابيز، وهناخد بس جزئيه الباك اند والداتابيز. قال لك ان الداتابيز طبعا انت محتاج تاكسس الداتابيز من عن طريق الباك اند. يعني الباك اند عندك مثلا دوت نت او ايا كان، بيكون فيه الاوثنتيكيشن بتاع او ازاي اكسس الداتابيز دي. فانت يكون لازم يكون مثلا في كونكشن سترينج او في حاجه رابطه بين الباك اند والداتابيز. فطبعا دي بيكون فيها اليوزر اللي هتستخدمه في الاوثنتيكيشن، اليوزر بتاع الداتابيز، وبيكون فيها الباسورد. فطبعا مش هتحط الاثنين من غير انكريبشن، طبيعي جدا يعني تعملوا انكريبشن، لان طبعا لو حد اخذ الكود دوت او شافه، هو كده وشاف اليوزر والباسورد وشاف الاي بي بتاع الداتابيز بتاعك، او شاف الكونكشن بتاع الداتابيز بتاعك، هو كده اوريدي ليه اكسس على على الداتابيز دي، ممكن يبهدل لك الدنيا خالص. طيب فاحنا كنا بنعمل ايه عندنا؟ كنا بنعمل انكريبشن، تمام، باستخدام كي للداتا دي، والكي ده بنحفظه فين؟ كنا بنحفظه على السيرفر. فبدل ما كنا مثلا بنتعب الهاكر ان الاول كان يلاقي اليوزر نيم والباسورد عندي جاهزين، لا دلوقتي بنحط له اليوزر نيم والباسورد انكريبتد، والكي اللي بيفك بيه الانكريبشن لسه على السيرفر عندي، فاهمني؟ فاحنا بس ايه، بنطول معاه بس العمليه، يعني هيروح يدور على الكي الاول، وبعدين ياخد الكي يفك الانكريبشن بتاع الباسورد واليوزر نيم عندك او الباسورد عندك، ويبقى كده اخد الاكسس برضه على الداتابيز. انت وفرت لي داتا انكريبشن ورك شوب، تمام، وقلت لي بدل ما احط الباسوردات واحط الكريدنشال والحاجات ديت على السيرفر عندي واعمل لها انكريبشن، لا احطها على على السيرفيس دي واقدر استخدمها. طبعا هستخدمها بالاي سي اس ازاي؟ هنرجع طبعا لمفهوم بتاع ان سيرفيس عايز اكسس سيرفيس او تاخد برميشن على سيرفيس، فبنحط لها ايام ايجنتس.
فدي برضو استخدام من استخدامات ال IAM agencies. ممكن نستخدم IAM agency هنا ندي permission لل ECS إنها تكونكت أو يكون لها permission إنها تأكسس data encryption workshop. السلايد اللي بعد كده عمل ريفيو كده سريع على ال IAM، وقال لك اللي هو طريقة الاوثنتيكيشن بتاعك بتكون بالكونسول او بالبروجراماتيك اكسس اللي هو الاكسس كي والسيكريت كي. قال لك ان هو في اكسس مانجمنت، يعني الاكسس مانجمنت ديت عن طريق البرميشن اللي هي البوليسي تمام، اللي هي بيكون على شكل جيسون دوكيمنت. وقال لك هنا الايدنتيتي انتيتي اللي هي الحاجات اللي بتستخدم اللي هو اللي بنديها البرميشن عندي. ممكن يكون اي ام يوزر، ممكن يكون اي ام يوزر جروب، وممكن يكون اي ام ايجنتس. بدأ يكلمنا عن حاجة كمان، وقال لك انك تعمل enable للسي تي اس. ايه هي اصلا السي تي اس دي؟ قال لك اسمها كلاود تريس سيرفيس. طيب ايه اصلا الكلاود تريس سيرفيس دي علشان نعمل لها انيبل اصلا؟ هي بكل اختصار بالعربي كده يعني هي سيرفيس بتساعدك انك تتبع اي حاجه او اي اكشن حصل على الريسورس بتاعتك. قال لك مثلا مثال، لو عندك ويب ابلكيشن مثلا على سيرفر تمام، فحصل عندك مشكله في البرفورمانس للويب اب بتاعك، فانت محتاج تعمل تريس للمشكله دي ايه سببها وحصلت امتى وليه. فقال لك لو انت مفعل عامل انيبل للسي تي اس اللي هو كلاود تريس سيرفيس، بتروح تراجع الريكورد في الفتره اللي حصلت فيها المشكله دي وتعرف ايه اللي حصل فيها بالظبط. وقال لك كمان ان السي تي اس دي ممكن تخزن الريكورد عندك في الاو بي اس اللي هو اوبجكت ستوري اللي احنا اخدناه. وكمان السي تي اس دي اللي هو كلاود تريس سيرفيس بتديني امكانيه ان اعمل فلتريشن على ريكورد معين وتشوف من اخر 7 ايام عندك. طيب هل بدفع على الكلاود سيرفيس دي اللي هي الكلاود تريس سيرفيس دي البيلينج بتاعها بدفع عليه؟ قال لك لا، السيرفيس نفسها فري، بس ممكن تدفع مثلا لو انت احتجت ستورج طبعا عشان تحط الريكورد بتاعتك ممكن تحطها على الاو بي اس، فانت لو استخدمت الاو بي اس فبتدفع على الاو بي اس. وقال لك كمان انك ممكن تودي الريكورد بتاعتك ديت على سيرفيس تانية زي ال تي اس، وهي دي لوج تانك سيرفيس. ودي طبعا سيرفيس بتساعدك انك تجمع وتخزن وتحلل الداتا بتاعتك او الريكوردات بتاعتك، وهتدفع عليها طبعا لو استخدمتها. فهي السي تي اس فري، بس لو استخدمتها مع سيرفيس تانية زي الاو بي اس او ال تي اس هتدفع عليهم طبعا على السيرفيس التانية دي. بعد كده سيرفيس سكيورتي ودخل في جزئية الديبلويمنت وبدأ معايا بسيرفيس اسمها ابلكيشن اوركستريشن سيرفيس اي او اس. وطبعا دي سيرفيس بتقدمها لي هواوي كلاود، بتساعدني بقى في الاوتوميشن مثلا وتطبيق مفهوم طبعا انفراستراكشر از كود. دي حاجه كده زي شبه الترافورم لو حد استخدم الترافورم. بس ديت سيرفيس مربوطه بهواوي كلاود بس، يعني دي سيرفيس ممكن تكريت منها ريسورس زي طريقه الترافورم او الانفراستراكشر از كود، بس دي الهواوي ريسورسز بس او الهواوي بس. فقال لك هي باختصار جدا هي سيرفيس بتخليك تدير او تكريت او تنشئ او تدير الريسورس بتاعتك وكل حاجه طبعا على الاكونت بتاعك او على الكلاود بتاعك من خلال تمبلت. التمبلت طبعا بيتكتب باليامل او بالجيسون فورمات. طبعا من خلال التمبلت ده تقدر تكريت الانفرا بتاعتك كلها على الكلاود. انت بس بتكريت التمبلت بتاعتك وتبعت التمبلت بتاعك للابلكيشن اوركستريشن سيرفيس دي تمام، وهي بتشتغل بشكل معين يعني وبتكريت لك الانفراستراكشر بتاعك. طيب كويس جدا. انا بستخدم اللي هي الابلكيشن اوركستريشن سيرفيس دي ازاي؟ قال لك اول حاجه انت بتنشئ التمبلت بتاعك اللي هو طبعا بيحتوي على الريسورس بتاعتك ومعلومات الريسورس. وليكن هتكريت في بي سي، فانت مثلا بتحط الفي بي سي وبتحط السايدر بلوك بتاع الفي بي سي رينج الاي بيهات بتاعتك وبتحط اسم الفي بي سي وحاجات زي كده نفس اللي انت بتحطه في الكونسول بتحطه بس على شكل تمبلت باليامل فورمات او بالجيسون تمام. انت كريت التمبلت دوت. بعد ما بتكتب التمبلت ده بتبعته على اللي هو ابلكيشن اوركستريشن سيرفيس، طبعا هي بتنشئ لك الانفراستراكشر بتاعتك. طيب سؤال، يعني بدل ما انا اكتب الجيسون او اكتب اليامل واتعب نفسي في التمبلت، انا كنت الاول بضغط الزرار مثلا بكريت اي سي اس وجوه الاي سي اس بختار الحاجات قدامي كده في الكونسول، فحاجات كانت بسيطه وسهله تمام. ومثلا الفي بي سي كنت بخش على الفي بي سي كونسول وكريت الفي بي سي بتاعتي واحط السبنت بتاعتي وممكن اضيف كريت سبنتس بعد كده والحاجات دي بالكونسول، فالموضوع كان سهل بالنسبه لي. انا ليه استخدم حاجه زي اللي هو التمبلت او الجيسون فورمات او اليومن عشان اكريت الريسورس بتاعتي، او ليه اخلي اصلا الانفراستراكشر بتاعتي از كود؟ قال لك اكيد في مميزات يعني عشان تستخدم حاجه زي كده. طبعا فاكرين مشروع التخرج اللي اتكلمنا عليه في شابتر 1 وقلنا هيكمل معانا. تخيل مثلا مشروع التخرج بتاعك اللي هو احنا قلنا كان ويب ستور،
كان عباره عن فرونت اند وباك اند وداتابيز، وبنكريت الريسورس بتاعتنا. تخيل مثلا انت بتجرب المشروع التخرج دوت مطلوب منك من اول الترم التاني، تمام؟ فانت كريت الريسورس بتاعتك، هل هتسيب الريسورس شغاله؟ لا. طب هل مثلا هتوقف الريسورس كلها؟ هتوقف الريسورس كلها. طب عندك ستورج تدفع عليها، عندك سيرفيس تانية محجوزه، انت لو استخدمتها او ما استخدمتهاش، يعني عملت ستوب للانستنس ما بتدفعش عليها، في سيرفيس تانية انت كريتها بتدفع عليها غصب عنك حتى لو ما استخدمتهاش، يعني زي مثلا الاستيك اي بي، تمام؟ فهل طبيعي هتسيب الريسورس ديت شغاله الوقت ده كله؟ طيب لو هتحذف الريسورس ديت وبعدين تكريتها تاني، هتفضل بقى تكريت الريسورس تاني، تاخد منك وقت ومجهود وتعب طبعا، وممكن تنسى حاجات، فتلاقي الدنيا ضربت معاك. وكل شويه مثلا عشان تجرب فيتشر زياده او ضفت حاجه على على الكود بتاعك، او فيتشر زياده في الابليكيشن بتاعك، تكريت لي الريسورس كلها وبعدين ترجع تمسحها لي تاني، فتيجي تعمل انفرا تاني، وبعد فتره مثلا عدلته حاجه فتروح تضيفها تاني فتكريت الريسورس تاني وبعدين تحذفها. فده طبعا بياخد وقت ومجهود كبير جدا جدا جدا، غير انك هتتلخبط وهتعمل حاجات غلط كتير وهتنسى ريسورس وهتدفع عليها. قال لك طيب انت ممكن تعمل التمبلت بالحاجات دي، وتخيل بضغط الزرار هتقوم الانفراستراكشر بتاعتك كلها، تمام؟ ولو عايز تعمل ديستروي او تعمل حذف للانفراستراكشر كلها بضغط الزرار، وكده كده الانفراستراكشر موجوده عندك في تمبلت او في ككود يعني، فانت كده كده مش هتنسى الريسورس مثلا كريتها ونسيت مكانها فين او نسيت هتحذفها، او انت بتنشئ الريسورس طبعا بدل ما تاخد منك يومين او ثلاثه عشان تكريت الريسورس وتلاقي فيه مشكله، وانك نسيت مثلا تحط حاجه مكان حاجه واتلخبطت في حاجه معينه، فلا، قال لك انت بس بتحطها في تمبلت، والتمبلت ده بيساعدك انك تعمل تكريت الانفرا بتاعتك بكل سهوله، وتعمل دستروي للانفراستراكشر بكل سهوله. فدي حاجه كويسه جدا، تمام؟ تخيل مثلا لو انت كريت الريسورس بتاعك، او مثلا عندك ابلكيشن كبير قوي وكريت الابلكيشن بتاعك بالباك اند بالسيرفيس ده كلها، وكان في ريجن معينه، تمام؟ مثلا صاحب الشركه عندك قال لك لا طبعا، يعني انت رحت عندنا ريجن في مصر هنا في هواوي كلاود، وانت رحت استخدمت لي ريجن تانية زي سنغافوره، فقال لك لا طبعا انا عايز الابلكيشن بتاعي يكون في مصر. فانت بقى متخيل كم المشاكل اللي هتحصل، ونقل الانفراستراكشر بتاعك، وانت طبعا اخدت مثلا عملتها بكريت في اسبوع ولا في شهر، هتاخد اسبوع او شهر تاني وهيحصل مشاكل كتير وحاجات زي كده، وتنسى سيرفيس وتفتكر كنت عامل السيرفيس دي فين والكلام ده كله. قال لك لو التمبل بتاعك موجود وانت عاملها كذا تمبلت، انت انت بس بمجرد انك تغير متغيرات بسيطه زي مثلا الريجن بتاعتك اللي في التمبلت ايه، هتعرف تكريت انفراستراكشر تانية في مكان تاني. فانت ممكن بكل سهوله تنقل الانفراستراكشر من ريجن لريجن من خلال التمبلت ده، طبعا لو مستخدم التمبلت او مستخدم مصطلح الانفراستراكشر از كود. فهو طبعا بيسهل عليك، هو في الاول ممكن يكون صعب انك تكتب الريسورس وكده، بس بعد كده طبعا بيسهل عليك عمليه المانجمنت، ويسهل عليك عمليه انك تكون متحكم اكتر في الانفراستراكشر، وانك تكون طبعا كل حاجه قدامك از كود، فالموضوع بيكون ابسط وكويس يعني. وطبعا قال لك انك ممكن تعمل تشير التمبلت بتاعك، لو انت مثلا عامل كرييت لفي بي سي، وجوه الفي بي سي مثلا عامل سبنتس وثلاثه سبنتس، واحده برايفت او اتنين برايفت واحده بابليك، وانت طبعا شايف ان مثلا الفي بي سي بتاعتك او النتورك بتاعتك دي تنفع لاي ابلكيشن يستخدمه، فممكن تشير التمبلت بتاعك دوت مع الاذرز، تمام؟ يستخدموه يعني. بس طبعا لو في كريدنشال ولا في حاجه لازم تشيلها طبعا، ويفضل تحط فاريبل عشان يبقى الدنيا سهله، اي حد يستخدم الحاجه بس يغير في الفاريبل بس مش اكتر. طبعا ان السيرفيس اللي هو ابلكيشن اوركستريشن سيرفيس دي فري، وبتدفع طبعا على السيرفيس اللي هتستخدمها طبعا، يعني هي هتكريت مثلا هتكريت لك سيرفر او هتكريت لك في بي سي او هتكريت لك ايا كان الريسورس اللي هتكريت لك دي بتدفع لها عادي، تمام؟ وقال لك انك ممكن تكريت التمبلت بتاعتك من خلال الكونسول بتاع الابلكيشن اوركستريشن سيرفيس، او من خلال الاي بي اي. طبعا قال لك انك في بابليك تمبلت كتيره ممكن تستخدمها عندك، يعني مثلا بدل ما تكريت الفي بي سي بتاعتك من الاول خالص، لا ممكن تشوف مثلا حد مكريت الفي بي سي ومشيرها، تمام؟ فانت بتستفاد منها بدل ما تبدا من الاول خالص يعني. فنفس النظام يعني زي ما انت بتشير ممكن تستخدم بابليك تمبلت وتعدل في الفاريبل بتاعتها مثلا على قد الحاجات اللي انت محتاجها. كده نقدر نقول ان احنا خلصنا جزئيه الابلكيشن اوركستريشن سيرفيس، وبكده نقول ان احنا خلصنا من شابتر 3.